تعرفون بأنفسكم. نأتي إلى الاستماع. الآن انتقلنا نحن كما لاحظتم. أين الأحسن هنا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أذنك هذه تستمع في اليوم المتوسط 10,000 كلمة، متوسط ما تسمعه يوميا 10,000 كلمة، لكن احرص على أن يكون الذي تسمعه هو الأحسن من هذه الكلمات كلها. يعني كم بتطلع؟ يمكن تطلع 10 كلمات من 10,000 كلمة، ستستخرج 10 كلمات هي التي تستمع إليها. أنت تستمع، ما تسوي قطن بذنينك. الذين يستمعون القول كثير جدا، الذين يتحدثون كثيرون، ولكن أنت فقط مطالب أن تتبع الأحسن من هذا القول. واضح؟ فلا تطلق لأذنيك الفرصة أن تستمع لكل شيء، ويستغل فيك الرغبة النفسية في أن تتمتع بالألم أو أن تتمتع بذكر الآخرين بالسوء. كيف تتمتع بالألم؟ تسمع واحد يقول لك والله أنا حقيقة أمس كنا في الاجتماع ذكروك والاجتماع كان طيب، عاد نفسك عاد بدأت تتألم، بدأت تتصارع. تعال مو قالوا عني زين، ذكروني. لما تقول ذكر ترى هو باغي يسوي لك مصيدة. هو لما قال ذكروك أصلا باغي يقول، ولكن ينتظرك انك تقول له تعال زين، مو قالوا. الزوجة في البيت، هناك في عالم النساء هذا شيء غريب جدا جدا. المرأة من طبيعتها أنها تهتم بالعلاقات والاتصالات والحب، وهذا العالم هو عالمها. في العائلة الواحدة قد تكون مجموعة نساء، أخوات الزوج، أم الزوج، زوجات الأخ، أخ الزوج، إلى غير ذلك. هذا الوسط العائلي كثيرا ما تحدث فيه أخبار، ولكن أنت مطالب أن تنتبه وهي مطالبة أن تنتبه، ولكن عندك القيادة أنت الحين. فإذا سمعت جاءت الزوجة وقالت لك والله زوجة فلان أمس أو أمك أمس أو معرفه، على طول انتظر. إذا بغيت تحترم المشاعر وتخليها تفضفض شوية، هز راسك إن شاء الله. إن شاء الله ستستمع قرابة 500 كلمة في الجلسة الواحدة، ما تخاف، لكن أنت مطالب إيش؟ أن تتبع الأحسن. أيضا الزوج مع الزوجة، ونحن ما عندنا نساء هنا، تستمع الزوجة إلى زوجها، عنده مشاكل مع في العمل، عنده مشاكل في السوق، عنده مشاكل مع النساء أيضا، فيبدأ يكلم زوجته، وعليها هي أن تستمع أيضا بهدوء، تحافظ شوية على مشاعره، ماشي مشكلة، لأن النطعة ذيك الساعة ما تنفع، فتقول إن شاء الله إن شاء الله. بعدين هي مطالبة فقط أن تتبع الأحسن. عندما يتكرر هذا المشهد مع الزوج والزوجة ستقل نسبة الكلام. فإذا كان الجلسة الأولى 500 كلمة وما تفاعلت معها، في الجلسة الثانية بيكون 500 أو بيكون 490 كلمة. بعد 10 جلسات تبدأ الكلمات تتقلص. لماذا؟ لأنك أنت اتبعت خريطة ليش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتبه، ما تغضب، تقول والله صدق، هذا لا دواهم كذا، وتبدأ أنت تدخل في مشكلات.
لما تكون مدير في العمل أو تكون موظف، هذا في العمل واجد منه، كثير منه. الموظفين يجلسوا عند بعضهم بعض اسمع أنت، سمعت القرار بأمس مسوي لنا الإدارة، هذا بالله عليك هذا وزير هذا، أو هذا وكيل أو هذا مدير، ويبدأ واجد كلام يجيب. طبعا ذيك الساعة يعني الأصل الأفضل أنك تخرج، لكن صعب. بس خلاص استمع هذا القول، ولكن لا تتبع سوى الأحسن، كن أنت القائد في ذلك. طبعا إلا إذا ذكرت الغيبة هذه لا يجوز أن تسمعها، لابد أن تتخذ موقف إجرائي، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا نعود إلى الأحسن مرة أخرى. أما بالنسبة للكلام، لاحظوا ماذا يقول